قصة فاطمة بنت وزان. هاد الواقعة وقعت في 2004. فاطمة كانت طالبة متفوقة في الدراسة ديالها. فاش خدات الباك مشات لمدينة الرباط تكمل قرايتها. كانت دايرة الصيدلة. في العام الأخير ديالها باش تخرج كانت راجعة عادي للدار. فاش كتسنى الطاكسي كيما العادة شوية وقفت عليها طونوبيل كحلة. خرجوا منها 4 ديال الدراري، شدوها بالقوة ودخلوها للطونوبيل وزادوا مع الطريق. طلباتهم رباتهم، ولكن واحد فيهم صرفقها وقال لها بالغوا تسكتي. ولات كتشوف الطوموبيل خارجه على مدينه الرباط وشاده طريق الدار البيضاء. قلبها بقى كيضرب ودموعها ما بغاوش يوقفوا، حيت عرفات المصير ديالها. شويه وصلوا لواحد البلاصه فيها غير الخلا. طاو لها عينيها وهبطوها من الطوموبيل وخرجوها وبقاو كيتمشاو. فاطمه حاولت تعقل على البلاصه. فاش وقفوا بقات كتحسب شحال من دقيقه باش تمشاو بدقات قلبها. وصلوا لواحد الباب، سمعتو تحل. دخلوها وتكرفسوا عليها. 5 بيهم وتكرفسوا عليها مزيان. 3 ديال الايام ورجعوها فين كانت وعينيها مسدودين ورماوها في الزنقه بكل وحشيه. جلسات حتى استوعبات اللي رجعت حيه. فكرات ترجع عند عائلتها، ولكن شنو غيقولوا لهم؟ شنو غتقول لهم؟ واش غيتخيقوها؟ قصدت الكوميساريه دير شكايه، ولكن خداو الاقوال ديالها وعملوها عادي. طلبوا منها اسماء المغتصبين وشهاده طبيه كتدلي بالاغتصاب وصافي. قالوا ليها سيري حتى يكون شي جديد ونعلموك. خرجت هي مدمره. القضيه معقده بزاف. جلست ايام كتفكر شنو دير ونفسيتها مدمره. بقات حتى رجعت لصحتها، بقات كتخطط شنو دير وكيفاش تحل مشكلتها وكيفاش تنتقم من راسها. حيت عارفه حتى شي حد ما غيرحمها ولو عائلتها. الا عرفوا الواقعه كامله والمجتمع ما كيرحمش. وفكرت باول خيط تبدا به هي البلاصه فين تغتصبت. واحد الصباح مشات شدات الطاكسي ورجعت للبلاصه فين وقفوا بها هادوك المجرمين. هبطات وبقات كتحسب الخطاوي حتى وصلت للباب. واحد الباب ديال الحديد والدار المشؤومه اللي تاتك فيها العرض ديالها. دقات مزيان والو، حتى شي حد ما كيجاوب. حتى كان دايز واحد السيد قال لها هاد الدار مولاها ما ساكنش فيها، مره اللي كيجي. ولكن طاحت عليها فكره ربما تقدر تنفعها. شافت المكانه ديال الضوء والسجلات الرقم التسلسلي ديالها باش تعرف الاسم والعنوان ديال شكون مول هاد الدار. ورجعت فاطمه بحالها الرباط، بقات كتخمم كيف تعرف مول الدار. طاحت عليها فكره تسول واحد السيد كيحط ورق الماء والضوء كيفاش تعرف مول الدار اللي مشات ليها ولكن بلا ما يعيق. فعلا سولاتو وعطاتو رقم المكانه ودورات معاه. المهم فعلا جاب لها الاسم ديال مول المكانه والعنوان ديالو. هذا اول خيط وصلت ليه فاطمه باش تعرف هادوك المجرمين. نفسات مزيان وايام وهي كتخطط شنو دير. قررت تنفذ الخطط ديالها. لبسات تقادات وقصدت العنوان، مشات للحي وبقات كتراقب حتى بان لها اول واحد وسولات عليه شي دراري صغار وعلى الاسم ديالو. عرفت سميتو مراد. مشات دقات على دار عائلتو، صونات في الباب، حلوا ليها. قالت لهم واش كاين مراد؟ بغيت نهضر معاه. فعلا خرج ليها مراد وارتابك. قالت ليه ممكن نهضروا ولا غنشوهك قدام عائلتك وقدام الجيران؟ جرى شويه بعيد وقال لها نهضروا في شي بلاصه بعيده. فعلا ركبوا في الطوموبيل وبقات كتحلون عليه وطلبت منه يمشي يجلسوا في الدار اللي تعداو عليها فيها. فعلا هو فرح. قال زعما يضحك عليها ويستغلها مرة أخرى. فعلا ركبوا هي وياه في الطوموبيل ومشاو لتما. وطلبات منه في الطريق يشري لها شي حاجة ياكلوها وشي عصير باش يقصروا. فعلا مشاو جلسوا بجوج. خرجت واحد البخاخ منون ويطرشوا عليه. شاشوا ليه على وجهه، طاح سخف. حيدت له حوايجو وكتفاتو مزيان. بقات حداه حتى فاق شويه، بقى يحرك وجهه لقى راسو مكتف. عرف بلي صافي طاح في الفخ وبقى يطلب ويرغب ويزاوك. واعده بلي غيتزوج بها ويصلح الغلطه. شدات موس وجرحاتو في كرشو. طلبات منه يعترف بكل شيء وهي كتسجل ويعطيها ارقام والعناوين ديال المجرمين الاخرين. في الاول ما بغاش، تبرك على صبعانو بالموس مزيان حتى اعترف بكل شيء. وقال لها سمياتهم، فين كيسكنوا، والسجلات كاع المعلومات اللي خاصينها. قطعت العروق ديال اليدين ديال مراد وخرجات وخلاتو تما يموت على خاطره. وكتبات في المرايه 1/5. المجرم الاول صافي تهنات منه ومشات في الخطه الثانيه وكيفاش تنتقم من المجرم الثاني. كان سميتو عصام.
ومن المعلومات اللي عطاها مراد كان كيجلس في واحد القهوه كيشرب كل نهار اتاي بالنعناع. لبسات جلابه قديمه وفولار على راسها ودارت راسها كتبيع شي سلعه سنيسلات خواتم كلينيكس، وجات عندو ما بغاش يشري عندها. شويه ناض من الكرسي، دارت راسها كتستف السلعه ديالها ودارت قطرات السم في الكاس ديالو ومشات بعيد. صافي هو رجع شرب قهوته وهي جالسه كتشوفو من البعيد، شافتو طاح من الكرسي كيتقطع بالوجه، وتجمعوا عليه الناس ودخلت للطواليت ديال القهوه وكتبات 2:05 وخرجات. وصل للسبيطار حتى مات. تنفسات مزيان وبقات كتخطط الضحيه الثالثه. مهم تنفسات مزيان بقات كتخطط الضحيه الثالثه. كان سميتو سمير، عرفت البلايص اللي كيكون فيهم، خلاتو حتى كان واقف بطونوبيلتو، دارت راسها بنت الليل وخلاتو حتى ركب في الطونوبيل ومشات دقات في الزاج على اساس هي بنت الليل وبغات تركب معاه. فاش هبط الزاج هو كيبتسم، ركبات معاه وطلبات منه يدخلوا للغابه باش يجلسوا على راحتهم بلا ما يشوفهم حتى شي حد. فعلا داكشي اللي دار، وقف بقى يبتسم. قربات من وجهه غفلاتو رشات على وجهه واحد المخدر، طاح السيد سخفان. هبطات من الطونوبيل، كتبات في الزاج اللوراني ديال الطونوبيل 3/5 ورجعات خوات عليه ليسانس وشعلات فيه النار ومشات بعيد كتفرج فيه وهو كيتحرك. حاولوا ينقذوه ولكن ما قدروش. حاجه وحده اللي اعترف بها قبل ما يموت، اللي هو وشي 5 صحابه اغتصبوا واحد البنت، ولكن ما قدرش يكمل الكلام وتوفى، وما قدروش يعرفوا شكون هما. المهم بوليس عرفوا سر الرموز اللي كيلقاوها في كل جريمه، باللي باقين 2. فاطمه بقات شهرين حتى بقى كيتنسى الموضوع، والو ما قدروش يوصلوا ليها. بقات كتخطط للمجرم الرابع، كان سميتو خالد. كيف ما قال لها مراد قبل ما يموت، هو مبلي بالشراب وديما كيسهر في واحد البار. فعلا لبسات وتقادات في واحد الليله وزوقات وجهها بالماكياج ومشات للبار. دخلات لقاتو كيتمايل كيشطح وهو مقرقب، والبنت اللي قرب منها كتدفعو مشات شداتو من يدو وبقات كتشطح معاه. هو دايخ مسكين فرح، ما عرفش باللي اليوم اخر نهار في حياته. كملت معاه السهرة وخرجت هي وياه هو كيتمايل حتى دخلاتو وسط واحد الشجر وجبدات قنبة وخرقاتو مزيان حتى خرجوا الكشاكش من فمه، وكتبات في الشجرة 4/5 وخلاتو ميت تما بلا ما تخلي حتى شي دليل عليه. كما العادة القضية غامضة والبوليس شكون اللي كيدير هاد الجرائم وما كيخلي حتى شي دليل مورا. المجرم الخامس وضع حد لحياته حيت عرف الدور عليه وانتحر. البوليس داروا التحريات ديالهم والتحقيقات ولكن ما وصلوا لحتى شي نتيجه. وصلت رساله للعميد بخط يد ديال فاطمه كتعاود فيها القصه ديالها، كيفاش اغتصبات وكيفاش قتلاتهم وسمياتهم واحد واحد. وهذه الرساله فاش وصلاتو هي غتكون خرجت من المغرب بلا رجعه، حيت قتلوها قبل ما تقتلهم، ونفذات فيهم الحكم ديالها باللي حامله من هذوك المجرمين وما عرفتش شكون فيهم اب الطفل.